صوص اللوتس او زبدة اللوتس ليه نشتريه من بره وهو مكلف جدا، بالرغم من احنا ممكن نعمله في البيت وبأقل التكاليف كمان؟ تعالوا اقول لكم هعمل ايه. هجيب حلة واحطها على النار وهنزل فيها بكوباية الا ربع من السكر، واوزع السكر كويس في الحلة علشان يتكرمل، ومش هقرب للسكر لغاية ما يبتدي يتكرمل. وهنا لما بدأ السكر يتكرمل هبدأ انا كمان احركه بالمعلقة، وهقلبه كويس لغاية ما كل حبيبات السكر تدوب، وكل ده على نار هادية. ويا ريت ما تستعجليش على السكر، سيبيه على نار هادية وحركي فيه لغاية ما كل حبيبات السكر تدوب. وهنا كانت كل حبيبات السكر دابت والسكر اتكرمل كويس. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هننزل بمعلقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، وهفضل احرك فيها لغاية ما تسيح خالص. وكده بقى عندي احلى صوص جاهز معانا. ويلا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه، وعايزين نعملها بسرعة قبل ما الصوص ده ما يبرد. عندي هنا 200 جرام من اي بسكوت سادة، النوع اللي انت تحبيه، وهنزل عليه معلقة صغيرة من القرفة. وبعد كده هنزل بالصوص اللي احنا كنا محضرينه، وهيكون معايا كوباية من اللبن هنزل بيها واحدة بواحدة على المكونات دي لغاية ما اوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. يعني هننزل بشوية من اللبن ونضرب، بعد كده احط تاني لبن لغاية ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. وبكده بقى عندي احلى صوص لوتس بجد، طعم وريحة تحفة ومش مكلف خالص. جربوها وهتدعولي. ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفولو لصفحة الفيسبوك.